وزير الاتصال باسم المغرب لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويتعلق بالجهود المبذولة للنهوض بحرية الصحافة. وهي مناسبة أكدت فيها النقابة من خلال مناضليها كافة على أنهم ضد عملية الطبخ في الظلام لمشروع قانون الصحافة الإلكترونية، ويطالبون بإشراك كافة الفاعلين عبر الجمعيات والنقابات الممثلة لهم على الصعيد الوطني، وصياغة مشروع قانون يرضى عنه الفاعلون قبل تقديمه للنقاش البرلماني والمصادقة عليه. وبالنسبة للتقرير، أكد المناضلون وأكدت النقابة على أنه تقرير يمثل رؤية وزارة الاتصال ولا يمثل رؤية الفاعلين في المشهد الصحفي، سواء في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية. وتطالب النقابة مستقبلا بأن يتضمن التقرير السنوي وجهة نظر النقابات من هذاك التقرير السنوي الذي يعكس جهود الدولة وجهود النقابات التي تمثل الصحفيين والإعلاميين. اليوم كاين شي توصيات اليوم غتصدر عن الشبكة الوطنية؟ وأعتقد على أنه في نهاية هذا اللقاء سوف تصاغ مجموعة من التوصيات التي ستصوغها لجنة الصياغة المنظمة لهذا اللقاء حول ما كان موضوع النقاش هذا اللقاء التواصلي يومه كيف كيقولوا شحال يومه الأربعاء 3 يونيو 2015. ونتمنى أن تصاغ هذا التوصيات في أقرب وقت ممكن، وتوجه إلى الأطراف المعنية بما فيها الوزارة وربما حتى اللجان البرلمانية قصد تدارك الأخطاء التي يمكن أن تقع في صياغة أي قانون سيقدم للمصادقة مستقبلا. نشكر على وجه